السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يدخل عليكم هذا الشهر المبارك بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، جيت نحضر معاكم الخبز تاع المقلاة او المخنفر، كيجي هشيش وبنين ما شاء الله. جيت نبارطاجيه معاكم، ان شاء الله هي تعجبكم الوصفه وتجربوها. وهنا نبداو على بركه الله. انا نحتاج 3 تاع الكيسان تاع السميده رقيقه، وكاس تاع فرينه، واحد البيضه، معلقه تاع سكر، معلقه تاع ملحه، واحد الساشين تاع خميره الحلويات، واحد الساشين تاع خميره الخبز. ونبداو على بركه الله. بسم الله. هنا نديرو السميده 3 تاع الكيسان كما قلت لكم، ونزيدو كاس تاع الدقيق، ونزيدو واحد الساشين تاع خميرة الخبز، نزيد السكر والملح معلقة معلقة، وغادي نخلط هنا النواشف. وهنا غادي نزيد واحد البيضة، وغادي نحتاج الماء 4 تاع الكيسان. ونخلطو مليح الخليط ديالنا، وغادي نخلطو بالضرب الكهربائي. هنا كما قلت لكم غادي نخلطو بالضرب الكهربائي، وهاد المرحله خصها لابد بالضرب الكهربائي. نطحنوا الخليط مليح. وهنا من بعد ما ضربته غادي نزيد هذيك الخمارات الحلويات. الخمارة تاع الحلويات نخليوها حتى الاخير، ما نضربوهاش بالدراب حتى نضربو نخلطو مليح عاد ونديرو الخمارة هي التالية. هنا غادي نخليه يختمر واحد 30 دقيقة ولا 40 دقيقة، على حساب حتى لساعة، على حسب المكان اللي غادي تحطوه فيه، واش سخون ولا بارد. حتى يرجع لكم بحال هكا. خصو هو لابد يختمر مليح باش ينجح معاكم. المهم انا عندي واحد المقله غادي ندير فيها شويه زيت، هنا لابد المقله تكون مدهونه مليح من الزيت. ونوضعوا الخليط ديالنا فوق المقله، ونتسناو حتى يبدا يثقب يدير بحال شكل البغرير، عاد ونقلبوه.
هنا كيما قلت لكم قبل ما نقلبو غادي ندهنو شويه بالزيت، ندير فوقو الزيت عاد نقلبو. المهم بهذا الشكل ديالو مع الطابط الاولى، هذه هي الاولى اللي طيبتها. غادي نعاود معاكم نفس الطريقه، لابد ندهنو كما قلت لكم المقله مليح بالزيت. غادي نعاود معاكم نفس الطريقه ونخليكم مع الفيديو حتى الاخير نشوفوا كيفاش جا في الاخير. وهنا من بعد ما طاب قدمته بهذه الطريقه، طريقه تقليديه بسيطه. هنا قدمته مع شويه املو، واللي بغى ياكلو مع العسل ولا الزبده ولا كونفيتير، المهم نتوما على حسابكم شنو تبغيو معاه. ان شاء الله يعجبكم. وهذه هي الطريقه، اسهل طريقه، كيجي بنين وهشيش، كيعجبوهم الوليدات مع نيطيلا هكا مع اتاي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش بلي لايك والاشتراك. وبغيت نشكر اي واحد دخل القناه وشاهد فيا ودعمني وكتب الكومنتير الزوين. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، وشكرا على الدعم. ومعواشركم مبروك، يدخل عليكم ان شاء الله الشهر رمضان بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. وشكرا على المشاهده، ومع السلامه.